الإقناع، فن الإقناع، The art of persuasion، أهم مهارة بيسعى ليها إنسان لنجاحه في حياته العملية أو حياته الشخصية هي الإقناع. فكرة إنك تقدر توصل المعلومة بشكل مختلف عن قبل كده، فكرة إنك تستخدم كلمات معينة تؤدي لإقناع الطرف الآخر بشكل أقوى، فكرة إنك تطرح موضوعك بشكل مختلف، فكرة إنك تهيئ اللي قدامك لاستقبال المعلومة بالشكل اللي أنت عايزه، شيء بيزيد في الإقناع بشكل كبير. شيء بنحتاجه كلنا، سواء كنت موظف مبيعات في التسويق، مدير مشروعات، مهندس، محامي، أي وظيفة، أي علاقة شخصية بتحتاج فيها بشكل أساسي إنك تكون قادر على إقناع الناس. في ال30 سنة الأخيرة الإقناع تحول إنه بقى فن مستقل أو علم مستقل، اتكتب فيه كتب، اتعملت فيه أبحاث، بقى يتدرب عليه الناس تدريب خاص. لو اتكلمنا عن القيادة، كتب كتير كتبت في القيادة ومهارات القيادة وفنون القيادة، نلاحظ إن كتب كتيرة وكتاب كتير بيجمعوا إن أهم صفة في القائد هو القدرة إنه يأثر في الناس اللي حواليه، أو بمعنى أصح هو قدرته على إقناعهم. مثلا رئيس الأمريكا ايزنهاور قال إن الإقناع مش إنك تخلي الناس بس يعملوا الشيء، بل إنك تخليهم يحبوه كمان. لو جات لك المقدرة إنك تخلي الناس يحبوا العمل اللي أنت مكلفهم بيه، يبقى أنت نجحت في عملية الإقناع بشكل كبير. أساليب الإقناع كتيرة ومتعددة وسهلة جدا، لكن الفكرة إنك إزاي تقدر تستخدم الأساليب ديت كلها بشكل متناغم في حوار مباشر على حسب اختلاف شخصية اللي أنت بتكلمه، وده بيجي بالتدريب وبالتكرار. في حاجة اسمها الكونتراست أو التباين، إنك لما بتعرض فكرة معينة عايز تقنع الشخص الآخر بيه، ما تكتفيش بس إنك بتعرض فكرتك، لكن بعد ما تعرض فكرتك تقارن بينها وبين فكرة أخرى، تقارن بين منتجك ومنتج آخر أقل منه شوية. الإنسان بيميل للمقارنة، فلما تحط له موضع مقارنة بالفكرة بتاعتك أو المنتج بتاعك بيميل إن هو بيقتنع بيها أكتر. مثال، لو أنت بتبيع شقة مثلا وبعد كده عرضت شقتك ومساحتها وكل المزايا اللي فيها وخلصت، ضيف جزء صغير إنك بتقارن بينها وبين ممكن الشقق اللي موجودة في نفس المنطقة، بحيث ان المقارنة تبقى في صالح شقتك بقدر بسيط. ده هيزود في نسبة اقناعه ان هو يشتري شقتك. حاجة تانية اسمها التو سايد ارجيومنت او الحوار الثنائي او المايند ريدنج. الفكرة وانت بتكلم الشخص وبتطرح له فكرتك، هو بيفكر جوه مخه ازاي يرد على فكرتك ديت، وازاي يبحث فيها عن المشكلات اللي ممكن تعطل عملية البيع او عملية الاقناع. لكن لما بتستخدم التو سايد ارجيومنت وبتبتدي تطرح عليه بعض الافكار اللي هو ممكن بيكون بيفكر فيها، بعض المعارضات اللي بيفكر فيها، وتطرحها عليه قبل ما هو يقولها، ده اثبت ان هو بيزود جدا في نسبه الاقناع. يعني مثلا بتشرح لواحد بتقول له عايزين نزود التمويل للمشروع بتاعنا، هو في مخه بيدور ان انا عندي مشاريع تانية شغال فيها، بيحصل ما عنديش القابليه ان انا اخاطر في المشروع اكتر من كده. فانت ممكن انت تبقى محدد الافكار ديت جواك وتبتدي تطرحها ليه قبل ما هو يقولها، فبيقلل من تحفيز مخه ان هو يجادل في الفكره بتاعتك، وبالتالي تزيد نسبه الاقناع. يعني مثلا تقول له انا عارف ان انت بتفكر ان في مشاريع تانية منتظره في الطابور ان انت تديها تمويل، لكن المشروع دوت لو كمل بالشكل دوت نسبه الربح هتغطي المشاريع الباقيه، وهكذا. اسلوب كمان اسمه التكرار او ريبيتيشن. الاسلوب ده ليه انواع متعدده، حاجه بيسموها الاليتريشن، الهامر، الجاك هامر، الدريبنج تاب. مثلا حاجه زي الجاك هامر بيستخدموها لما يبقى محاضر بيتكلم مع مجموعه من الناس وحاسس ان استجابتهم ضعيفه، انه ممكن بيوجه لهم الامر بشكل سريع متكرر بحيث ما يلحقوش يفكروا انهم يعرضوه. لما يقول ستاند اب ستاند اب ستاند اب، موف موف موف، اتحرك اتحرك اتحرك، ده بيؤدي ان المخ ما بيلحقش ان هو يعارض الفكره مع تكرارها السريع، فبيؤدي ان هو بيمتثل ليها بسرعه. مثال الاليتريشن هو مثال بلاغي، يعني ازاي نحن نستخدم بعض الحروف تتكرر في الكلمات بحيث تدي صيغه بلاغيه، ومعروف ان الصيغه البلاغيه بتزود كتير في نسبه الاقناع. لو ندي مثال، واحد بيعرض مشروع معين يقول الشركه لو ادت المشروع دوت هيؤدي لتطور وتميز وترسانه من النجاحات المستقبليه. تكرار حرف الت في كل صفه بيوصف فيها المشروع بتاعه، فبتؤدي لصيغه بلاغيه بتزود جدا في نسبه الاقناع.
اسلوب كمان اسمه الكنترول ووردز، او الكلمات اللي بتدي طابع الحريه للشخص اللي انت بتطرح عليه الفكره. معروف ان الانسان انه مخلوق يعشق الحريه، واي فكره بتطرحها عليه انت عايز تخرجه بره الكومفورت زون بتاعته او مساحه الحريه اللي هو حط نفسه فيها. بتطرح عليه انك تبيع له منتج معين، انت هتخرجه من مساحه الحريه، انه يمتثل لامر معين بتخرجه من مساحه الحريه. عملوا تجربه على 22,000 واحد، جابوا نصهم طرحوا عليهم موضوع معين، وجابوا النص الثاني طرحوا عليهم نفس الموضوع بنفس الاسلوب، لكن اضافوا في الاخر الكنترول ووردز. ده ادى نسبه الاقناع في المجموعه الثانيه زادت بنسبه 50%. طب ايه هي الكنترول ووردز اللي ممكن نستخدمها؟ حاجه زي انا طرحت عليك الموضوع وانت عندك كامل حريه تختار اللي انت عايزه. القرار قرارك في الاخر، انا فهمتك كل شيء لكن القرار قرارك. كلمات بسيطه جدا اثبتوا انها بتزود نسبه الاقناع بشكل كبير جدا. آخر أسلوب ممكن نتكلم عليه النهاردة هو الأسئلة. أسلوب السؤال وأنت بتقول موضوعك ليه تأثير سحري. أول تأثير أنه بيغير التركيز. ممكن كان تركيز الشخص في اتجاه معين، بسؤالك غيرت تركيزه، لأن الإنسان بيستقبل في مخه علامة الاستفهام بطريقة أنه هو لازم يجاوب، فتركيزه بيختلف تماما، وممكن يكون شرد بذهنه بيرجع ذهنه معاك تاني. تاني حاجة، أسلوب السؤال أو طريقة السؤال ممكن بتضخ مشاعر مختلفة تماما في الشخص اللي قدامك. مثلا لما بتكلم حد تقول له what if، why not، ماذا لو. مثلا لو بتقنع حد انه يغير من نفسه تقول له غير من نفسك، قرر انك تغير من نفسك. طب تخيل لو استخدمنا الأسلوب الثاني، تقول له يحصل ايه لو قررت تغير نفسك من النهارده، وعلامة استفهام. مخه هيستقبل علامة الاستفهام ديت كأمر لازم يجاوب عليه، مخه لازم يفكر في إجابة ويجاوبها، فبيتفاعل معاك أكتر. وفي أنواع من الأسئلة زي اللي ذكرناها اسمه النيجاتيف انتروجيشن، زي الواي نوت، وات اف، ماذا لو. وفي نوع تاني، نوع من الأسئلة يوافق الموضوع بتاعك، انك تخلص موضوعك تقول له مش كده ولا ايه؟ تقول له انا شرحت لك الموضوع والسكه دي هي السكه الوحيده اللي لازم ناخدها دلوقتي، مش كده ولا ايه؟ كلمه مش كده ولا ايه ليها تأثير قوي جدا في الإقناع. جرب الطرق البسيطة ديت في كتاباتك واخطاباتك وكلامك وإيميلاتك، وهتشوف التأثير الكبير في الفرق لما تستخدم كلمات بسيطة بتزود الإقناع. لسه في أساليب كتيرة، لسه في تدريبات كتيرة هنشوفهم واحد ورا التاني، هنتدرب عليهم مع بعض، وفعلا كل أسلوب لو ضاف لك 1 أو 2% إقناع زيادة، في الآخر هتحول من إنسان كنت مقنع 20% لإنسان مقنع 80%. معناه نجاح في شغلك، في بيتك، في جميع نواحي حياتك. جرب وحاول وكرر كتير لحد ما تتقن المهارة. شكرا جزيلا ونشوفكم الحلقة الجاية.